التركي أردوغان وفي البرلمان التركي ومع المجموعة الحزبية له أعلن صراحة أن تركيا سوف تنقل عناصر داعش من الرقة في سوريا إلى مصر. إذا ده يقول لك إن ده عمل عدواني ضد مصر. هو قال إنه عناصر رقة انتقلت إلى مصر. هل قال هل انتقل كان يعني الأمور دي إن هو بيساعد في هذا. تمام. فطبعا اما تسمعي من واحد زي ده اذا هو ده له نوايا العدوانيه نحن. هناك تسجيل موجود على النت وانا زعته في احد البرامج من عده ايام، وموجود بصراحه استجواب في البرلمان التركي من نائب تركي بيتهم الحكومه التركيه انها تساعد عناصر داعش في سوريا، سواء في العلاج بتاعهم، سواء في تقديم اسلحه، سواء في نقل القوات وغيره. وده موجود على النت مفيش حاجه. فالنهارده لما تيجي دوله بتضمر العداء لمصر وتاخذ مكان حساس على البحر الاحمر، فده بيعتبر انا بعتقد تهديد لامن البحر الاحمر، عناوه ما نربطه تحت مع اللي هو في الصومال اصبح له قاعده. تركيا ليست لها اي اهتمامات في هذه المنطقه، الا لما يبقى في تواجد عسكري اذا الموضوع ده ينور لنا احمر. الحاجه الثانيه النهارده اجتماع رؤساء الاركان السودان وقطر وتركيا ضد مين؟ ضد مين في المنطقه؟ ما هو ده تحوطي الاستراتيجيه الامنيه في المنطقه، واعتقد انا بقول كده انه ده عمل عدائي. ماذا نحن فاعلون؟ احنا فاعلون طبعا لا شك. هتلاقي النهارده طبعا لازم تمشي من القوم المسرحي، ولان دي ده خطير منطقه. بس بقوله بيه نصح ولكن ده رساله للشعب المصري. احنا يوم ما رحنا جبنا المسترال ولما ليه انت على البحر الاحمر اللي حصل فيه اي حاجه يا لميس هيأثر على قناه السويس، على تلت الدخل القومي. فانت عندك تلت الدخل القومي في السويس، قناه السويس، وعندك تلت الدخل القومي في السياحه اهو واقف. طب انت عايزه ايه؟ فلازم دي رساله النهارده. طبعا الاجراءات اللي هتتم انت هتشوفيها قريب من القوات المسلحه المصريه وتطمني وانا مطمن، ولكن هي رساله بتقول لشعب مصر اما القوات المسلحه تبقى قويه تبقى انت بتحافظ على استثماراتك وبتحافظ على امن المنطقه. بشكرك سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق، اللي طبعا يعني اضاف لنا بعد عسكري مهم جدا، وهو فكره انه هو يعتبر ان هذا عمل